في بلد مليانة مواهب بتدور على فرصة، وفي رياضة مش دايما تحت الأضواء زي كرة اليد، ظهر بطل مصري حفر اسمه في التاريخ من أول تمريرة لآخر هدف. مش مجرد لاعب عادي، لأ، دي أسطورة اسمها أحمد الأحمر. شاب بدأ حلمه من سن الطفولة وفضل يجري ورا هدفه سنين لحد ما بقى رمز للقيادة والإصرار والعطاء. من شارع الجيزة لحمل راية مصر في المحافل العالمية، أحمد الأحمر بيثبت كل يوم إن الحلم المصري ممكن، وإن التعب دايما بيكسب. أحمد مصطفى نصر الأحمر، مواليد 27 يناير 84، هو لاعب كرة يد مصري لنادي الزمالك والمنتخب المصري، ويشغل حاليا منصب قائد للمنتخب الوطني. ولد في الجيزة لعائلة رياضية، ما هو نجل كابتن الزمالك السابق مصطفى الأحمر. ظهرت موهبته في سن مبكر، وبدأ اللعب مع فريق أكبر منه عمرا، واختار كرة اليد ليكمل بها مسيرته الاحترافية. بدأ مشواره الرسمي مع الزمالك في كأس مصر عام 2004، ثم انضم للدوري في 2005 ليبدأ معه رحلة طويلة من البطولات والإنجازات. احترف بعدها في قطر وألمانيا، ثم عاد من جديد لبيته الزمالك، كما تمت إعارته لعدة أندية عربية بارزة. شارك أحمد الأحمر في 9 بطولات كأس عالم و4 دورات أولمبية، وحقق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020. سجل 147 هدف في كأس العالم للأندية مع الزمالك، وصنع 11 تمريرة حاسمة في 22 مباراة. يعد الأحمر الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية، وأكثر لاعب تحقيقا للبطولات القارية مع نادي واحد، 13 بطولة مع الزمالك. توج بلقب أفضل لاعب وأفضل ظهير وهداف البطولة في معظم مشاركاته. وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات موزعين إلى أفريقيا أعوام 2004 و2008 2016 2020 2022. وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، ولقبين دوري الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط. أحمد الأحمر مش بس لاعب كرة يد، هو قصة ملهمة لجيل كامل رغم كل الظروف الصعبة وكل الأبواب المقفلة. قدر يهزم كل ده ويطلع منتصر، فنتعلم منه الالتزام والاستمرارية. استمر لأكتر من 20 سنة في قمة القيادة الحقيقية، كان دايما القائد الهادي في أصعب اللحظات اللي بيشجع فريقه ويقويهم. حب الوطن رغم العروض والاحتراف، كان دايما بيرجع يرفع علم مصر، مش بيستسلم قدام الضغط أو الهزيمة. ودي كانت قصة حياة بطل من أبطال مصر اللي كتبوا اسمهم بحروف من ذهب في تاريخ مصر، وطلعوا للنور من العدم.